السلام عليكم، معكم ليث شو. في الحرب العالمية الثانية حاولوا البريطانيين والأمريكان أنهم يغزون صقلية، لكن للأسف الجيش الألماني النازي كان ماسك صقلية بقوة بسبب أن موقعها كان ممتاز وكذا يعني. وعلشان ينجح الغزو اللي كانوا مفكرين أنهم يسوون الأمريكان والبريطانيين، كانوا يبغالهم يعني تكتيك مناسب أو خطة عبقرية مناسبة. يعني تقدر تقول كانوا لازم يباغتون الألمان يعني بطريقة ذكية شوي. طبعا تقريبا في ذيك الفترة كانت الاستخبارات البريطانية من أقوى الاستخبارات في العالم، كانت عقولهم يعني ما شاء الله حدث ولا حرج، كانوا يجيبون أشياء عجيبة. فبعد بحث طويل علشان انهم يلقون خطة علشان انهم يغزون الصقلية، جابوا خطة شيطانية. الخطة هذه بسيطة لكنها الصراحة شيطانية، يعني صاحبها كيف فكر فيها ما أدري. طبعا الخطة تقضي انهم يجيبون جثة مزيفة ويعطونها هوية ويعطونها اسم ويعطونها رتبة في الجيش، طبعا اعطوها رتبة رائد تقريبا، ويحطون في جيب الجثة اوراق سرية مظللة. طبعا اوراق سرية يعني بس انها مشفرة تقريبا، لكن الالمان يعني يقدرون انهم يقرونها. وبعد هذا يرمون الجثة يعني في الشاطئ وخلاص يحطونها تعوم يعني في البحر كذا على باتجاه المانيا يعني. طبعا في حالة نجاح الخطة راح يبلع الألمان، راح يبلعون الطعم ويفتحون الرسالة ويقرون وش مكتوب فيها. طبعا المكتوب في الرسالة ان هجوم الحلفاء بيكون على سردينيا وعلى اليونان، وما راح يكون على الصقلية. ومن هذه الطريقة طبعا او من هذه الجثة اخذت الخطة ذي اسمها، طبعا سموها مهمة اللحم المفروم. طبعا نجحت الخطة، الجيش الألماني لقى الرسالة ووصلوا الرسالة لهتلر. هتلر طبعا امر الجيش الالماني انه ينسحب من صقلية ويركزون على اليونان وعلى سردينيا. طبعا هنا يعني هتلر بلع الطعم مثل ما تقول. طبعا بعد ما بلع هتلر الطعم هذا، كانت هذه اكبر نزول للجيش الامريكي والجيش البريطاني على الاراضي الالمانية، يعني كان اكبر نزول برمائي تقدر تقول لهم. طبعا بعد ما انسحب الجيش الألماني من صقلية، وصلت 3000 سفينة و3000 دبابة و3000 كاسحة ألغام و3000 ناقلة، ووصلت أيضا طائرة شايلة معها 1800 سلاح ثقيل، ووصل عدد كبير من القوة الغازية، يعني وصل حول 160,000 جندي نزلوا في الأراضي الألمانية. طبعا هاجموا الجيش الأمريكي والجيش البريطاني الصقلية وقدروا أنهم يسقطونها، واعتبرت هذه الخطة من أكثر الخدع نجاحا في الحروب. طبعا الجيش البريطاني في ذيك الفترة كان عنده دهاء عسكري قوي، وخصوصا قائدهم تشرشل يعني كان حاجة أسطورية في الدهاء العسكري يعني. من بين العباقرة اللي ساهموا في خطة اللحم المفروم اللي هو آيان فليمينغ. آيان فليمينغ طبعا هو مؤلف كتاب جيمس بوند. طبعا في نهاية الكلام الحرب خدعة، لما تقرأ عن التكتيكات العسكرية والأشياء اللي تصير الصراحة تحس باستمتاع، يعني تقول لي شلون فكروا ذيل الناس بأشياء نفس كذا. هذه نهايتي معاكم يا شباب، كان معكم ليث شو، ويلا سلام، بيس.